لا تحاول أن تظهر عملك للناس وحتى يشوفون الناس ويقولون خوش يشتغل. أنت اشتغل ما بينك وبين الله، والله يظهر العمل، الله يظهر الناس، الله يخلي لك مذاق عند الناس، الله يخلي الناس تحبك. أنت ملاحظ هسه أكو ناس لا عنده سلطة ولا عنده دولة ولا عنده أموال، لكن والله عند الناس محترم يحطوه بقلوبهم، يحبوه سبحان الله، يظهر سريرته بينه وبين الله مضبوطة، فالله يصلح السرائر. فلذلك الذهب من دفنته وطلع، يعني العمل الصالح انت اشتغل لوجه الله وغطيه عن الناس، الله تبارك وتعالى يظهره. وأما النقطة الأخيرة، هذه الجيفة اللي قلنا لك انهزم منها، فهي الدنيا. الإمام علي سلام الله عليه ترى بالمناسبة يجي كلمة بين قوسين خليها ببالك دوم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، كل خطيئة مصدرها هو حب الدنيا. ولذلك أمير البيان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: أما بعد فإني أحذركم الدنيا، فإنها حلوة خضرة حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة وراقت بالقليل، لا تدوم حبرتها ولا تؤمن فجعتها، غرارة ضرارة حائلة زائلة، لم يكن امرؤ منها في حبرة إلا وعقبته بعدها عبرة.